في ضربة قوية للجزائر، أعلن مسؤولون في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن دعم العديد من الدول الإفريقية رئيس الجامعة المغربية من أجل تولي منصب رئيس الكاف خلفاً للرئيس الحالي موتسيبي من جنوب إفريقيا، ويرون فيه أنه سيكون الرجل المناسب في المكان المناسب، خاصة بعد الإنجازات والتطورات التي شهدتها الكرة المغربية في الفترة الأخيرة. نظن باللي لقجع راهو يلعب بالبساط على أرجل موتسيبي. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عبد المنعم. الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اليوم سنتحدث في هذا الفيديو عن الإعلامي الجزائري ينفجر بكاء بعد تولي فوزي لقجع رئيسا للكاف الإفريقي ويعلن انسحاب الجزائر من إفريقيا. اليوم يريد أن موتسيبي يدير غلطات وإحنا على مشارف جمعية انتخابية مقبلة. أنا نظن راهو يرميه على راسه كما يقولوا بالعامية باش يدير غلطات ويقسم هذه الكونفدرالية اللي راهو باغي يديها بكل الوسائل. احنا ماناش تاع الكولسه كما يظن البعض، انك تروح تجيب الكولسه وتدي الكابات وتدي الصورد وتمد الدراهم وتشتري الذمم، لانه الذي يشتري الذمم يبيع ذمته في النهايه عندما يكون الامر يهم الجزائر. الجزائر لها مبادئ اخرى، الجزائر التي اليوم الجزائر دبلوماسيتها هو العوده الى افريقيا، فتح الخطوط، استثمارات، دعوه لكل الافارقه من اجل استرجاع سياده القرار، ورانا عارفين واش راه صاير في هذا الصوت الذي غاب، والذين يريدون للجزائر ان تنبطح وتولي هي تاع الكولسه وتمد لي زونفلوب وتروح تبوس اليودي وتحضر في مسمو، هذا لا يليق، وهذا الثوب لا يليق بنا ولا يليق بالجزائر. صوت الجزائر الحر، صوت الجزائر اللي انا على بالي بالشعوب الافريقيه، وانظر ماذا يحدث في مالي، في بوركينا فاسو، في النيجر، في تشاد. كل الشعوب تريد ان تسترجع قرارتها، سياده قرارتها، كل الشعوب حتى في الكره ماهوش باغيين انه على بالك شكون اللي يحكم في لاكاف aujourd'hui، حتى في لاكاف لا سوفرينتي دو لاكاف ما عندهاش. اي نو فولون كو سيت افريك ريكيبير سا سوفرينتي وتعاود ترجع سيادتها وترجع سياده للشعوب. جميل. وهذا هو الصوت اللي لازم تدافع عليه الجزائر. جميل. ومن غير هذا الصوت والله ما يكون لنا. اليوم عندما تتكلم بالقنوات العربيه الكثير منها ماجوره على كل حال. اليوم الامر ما راهوش حابس عند الكونفدراليه ولا اليوم الله غالب. اليوم خرجت الناس الاستعمار والناس ماتوا من اجل لا استعمار في اي بلد. رانا نشوفوا باللي الناس تحاول ترد الاستعمار للبلدان تاعها. هذا كذلك نظن ماهوش كل الناس، لان نستثني الشعوب. اليوم الشعوب الله غالب راهي مغلوبه على امرها الفلسطينيين وما ادراك مغلوبه على امرها تحت هيمنه. الاكيد انا نقول باللي الجزائر كذلك في 82 لعبوا عليها كاس العالم والوقت اعطاها الحق. تغيرت القوانين وتغيرت القوانين. احنا اليوم كذلك هذا كذلك مبدا من مبادئ الجزائر باش تبقى هذه اللعبه اللي تتابعها الملايين والملايين. شيخ مراد محلوله الابواب، ناس كاع اليوم تعرف الجزائر وتعرف اي بلد كان بمعيه باسم الكره هي اللي عرفت البلدان. انا الاكيد. نعم شيخ مراد واسمه سي جمال مسعودان تكلم على نقطه مهمه وقال لك انه هذه هي بدايه النهايه تاع فوزي لقجع باذن الله. اليوم كاين تجاوزات من طرف هذا الحقير، انا لان ما نسميهش رئيس لان حقير، لان اليوم عنده مهمه. تقصد فوزي لقجع؟ لا، فوزي لقجع نعم. كنت جاي عنده يعني رئيس الجامعه المغربيه اللي هو في نفس الوقت وزير الميزانيه في المغرب. فوزي لقجع والله سيد الكرة الأفريقية، أنا أشوف هذا الرجل سيد الكرة الأفريقية في الوقت الحالي، ويستاهل كل الدعم وكل التقدير على اللي قدمه للمغرب والكرة الأفريقية. وهو سبب رئيسي في نجاح كرة المغرب. اليوم طبعا الحديث كل الأحاديث عن ملك الكاريزما، تربية الملوك الذي وضع بعض الإعلاميين في مقتل، هو فوزي لقجع ابن البرتغالي البركاني، ما زال يسيطر اسمه في سماء المغرب. هو ابن المغرب الوافي الصادق الأصيل المحب لبلده وملكه. هو لقجع الذي ما زال محب للأندية المغربية ومنتخبات بلاده. يدعم السويسري جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة ذاتها لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية
خلفاً للجنوب الإفريقي موتسيبي. وذكرت تقارير صحفية قارية أن إنفانتينو يرى في لقجع الشخص القادر على الانتقال بالقارة الإفريقية إلى مستوى آخر أكثر تطوراً، كما فعل في الجامعة الملكية. ويعد لقجع عضو المكتب التنفيذي داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، من المقربين من إنفانتينو وصلة وصل مع الكاف، إذ يعتمده في اتخاذ الكثير من القرارات الخاصة بالشأن الكروي القاري، خصوصاً توفير الظروف المناسبة للعديد من الدول الإفريقية التي لا تملك ملاعب مصادقاً عليها لخوض مباريات على الأراضي المغربية. وأعلن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية باسم الاتحادات الإفريقية للعبة عن دعم الكاف رسمياً ترشيح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو في الانتخابات السابقة للفيفا. وتنتهي ولاية الجنوب إفريقي موتسيبي على رأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم خلال الجمع العام المقبل، وما زال لم يعبر أي عضو داخل الكاف عن نيته الترشح لهذا المنصب. وترى مجموعة من الاتحادات القارية في لقجع الشخص المناسب لهذه المهمة للنهوض بكرة القدم داخل القارة، كما فعل بالمغرب الذي حقق به نهضة كروية حقيقية. الصحفي طرح له سؤال حول إمكانية ترشحه يعني لرئاسة الكاف، يقول فوزي لقجع بوركوا با. بيان سور وكان في الكونتكست تاع اليوم، الكونتكست تاع اليوم كون يترشح ما فيها الشك باللي هو يجوز البينيفيسي. رانا على بعد شهور قليله ولكن الضوء تاعو كبير فعال. نقولوا عنده ممكن القوه اللي يمتاز بها رئيس الكونفدراليه. لي زوتر فيس بريزيدون ما عندهمش لو بوا تاعو، سي تو طافي نورمال. كي تشوف ليسباس اللي خداتو لا فيدراسيون ماروكان بون لي ريبريزونطون تاعها في لاكاف، خاصة وحنا رانا على بعد اشهر قليله يعني قبل موعد الجمعيه العامه المقبله. محمد انا ما عنديش معلومات باش نزوق نقول لك راح ما على بالناش كيفاه، ما على بالناش الامور كيفاش يطلق. كاين تواطؤ ما كاينش تواطؤ، نقدروا نسبيكوليو هكذا. نقولوا باللي بالك كاين اطراف في لاكاف مساعدتهم هذا واش راه يجرى هذا الشيء هذا باش بتات باش يتخلصوا بعض الاشخاص. ممكن خليها وغلط خليه، لان كاين واحد كاين انيسياتيف كي est en train de prendre forme depuis واحد 6 semaines et qui s'inscrit dans une perspective de changement au niveau تاع la tête de la CAF. ما تقوليش شكون بدا، نقول لك بلي كاين. هل عندها علاقه يعني بالاخبار اللي تقول انه الموريتاني يحيى راح يكون مرشح من بين المرشحين لقياده الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم؟ محمد تفضل. نمنو غادي نشوفوا المحاكيات هذوما. واش يدير مسكين؟ لازم يتخلصوا الكاف، تخلص من حشاك من العبوديه هكذا. وهاد الناس اللي راهم تما كاع راهم مسجلين في العبوديه، مسجلين ما يتحركوش لان كاين دابور لي زانتيري بيرسونيل تاعهم كيبريم، ومن بعد كاين دوطر زانتيري. لا كاف راهي بيان كادناسي، اليوم قلت من قبيله انت بلي لقجع دار استجواب مع قناه مصريه سوا بون. انا نقول لك كاين مبادره تخص التغيير على هرب من التريك تاع الكاف. بون c'est une initiative. Pour l'instant, c'est une initiative où des gens ont été consultés. Apparemment, مدوا l'accord تاعهم pour s'inscrire dans une perspective de changement. وهذه l'initiative هذه elle est initiée en dehors de la CAF. D'accord.
ما تزيدليش محمد. معليش ما نزيدلكش. راح تكلمت انت يا النقطه على فيما يخص التصريح الاخير لفوزي لقجع عبر قناه مصريه اللي احنا رانا نهضروا عليه ورانا نهضروا على الانفلونس تاعو على مستوى الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. هو يقول يا جماعه انايا خاطيني، انا انسان هنايا باش نخدم مصالح كره القدم الافريقيه، وما من المخزن يقول لك المخزن تانيك هو في او سيرفيس دو فوتبول افريكا. راح نستمع فقط لبعض مقتطفات في الحوار الاخير لرئيس الجامعه المغربيه فوزي لقجع. لو كان عندي هذه السلطه لاتدخل في تعيين حكام المنتخبات الوطنيه لفاز المنتخب المغربي بكأس افريقيا. يا اخي احنا المنتخب المغربي لم يفز بكأس افريقيا منذ 1976. كان عمري 6 سنوات انذاك، كان عمري 6 سنوات. اذا كان بامكاني انه في عمر اقل من 6 سنوات اتدخل في تعيين حكام افريقيا، فهذا اشكال اخر ونقاش اخر. ليه الكلام ده بيطلع على حضرتك بالذات على السيد فوزي لقجع؟ هذا الكلام يتم ترديده ما بين حين واخر. انا الا بغيت نتكلم فيما يتردد من احاديث وفيما يقال، هذا المستوى اتركه جانبا. يزيد وهيب ربما السؤال اللي طرح نفسه، سمعنا ربما جزء من تصريحات لقجع، يعني السؤال اللي طرح نفسه ربما التايمينغ تاع تصريحات مثل هذه، وحتى الوسيله الاعلاميه يعني اللي اختارها فوزي لقجع باش يتكلم عليها، وحتى الخطاب تاعو باتجاه مصر وباتجاه كره القدم المصريه. هو راه يؤدي الدور تاعو. هو راه ممبر تاع ليكزيكوتيف تاع لا فيفا وممبر دو ليكزيكوتيف تاع لا كاف اسكاليتي، ولكن الدور تاعو كبير فعال. نقولوا عنده ممكن القوه اللي يمتاز بها رئيس الكونفدراليه. لي زوتر فيس بريزيدون ما عندهمش لو بوا تاعو، سي تو طافي نورمال. كي تشوف ليسباس اللي خداتو لا فيدراسيون ماروكان لي ريبريزونطون تاعها في لاكاف، تفهم. تنساش بلي كي كان عيسى حياته كان السكرتير جينيرال تاعو هشام العمراني هكذا. وفي القضيه تاع هذيك الشركه اللي تبت لي ماتش اللي تشري لي دروا المصريه كومبيتيسيون وقيله، هو العمراني مع عيسى حياته خلصوا ثمن غالي كي خرج المشكل هذيك القضيه هذيك. لا فيدراسيون ماروكان مع المدرب الجزائري كان على راس تنزانيا عادل العمروش هضر كلمه، هضر حقيقه لا كاف سيسبونداتو بلان تورنوا. قضيه راهي مازالها في الطاس، رفع دعوه عليهم. يزيد ما ظنش انه عادل العمروش يعني يستهل ولا يسحق الدعم كذلك تاع لي زوتوريتي الجيريان. ما ظنش انه لازم نوقف مع عادل العمروش في قضيه مثل هذه، ما خلوش يروح وحده للطاس. كي تقول السلطات ما على باليش جي با ان افي بريسي، ولكن حاجه اللي واضحه فوق لي زاكتور دي فوتبول، فريمون الناس اللي يشرفوا على كره القدم هنا في الجزائر من المفروض يساندوه. صحيح، من المفروض، لانه ناخب مدرب جزائري وينشط الخارج. هاجوا عليه المره الكامله على كاف، سيسبوندا اون بلان كاز، سيسبوندا 8 ماتش وضربوه اون امون تاع 9200 اورو، لكن رفع دعوه وان شاء الله راح الطاس راح يزيد. ما تشوفش هاد التصريحات تاع فوزي لقجع انه يبحث على ديزالي من جهه مصر؟ ربما راهو البعض يقول لك بلي راهو في موقف حرج شويه على مستوى الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، راهو يبحث على ديزالي من جهه كره القدم المصريه. هو الى لو دروا دالي على ريشيرش دالي بيان سور وحده ما يقدرش. هذه سي اون استراتيجي تاعو، الى نجح هو يستفاد، الى ما نجحش هو اللي يخسر. ولكن ما نساوش حاجه، المصريه ما راهمش راضيين واش راه صاير، خاصه في لاكاف
دوبوي ما جي هذا موتسيبي من حقهم يقول لك يعني احنا رفدنا لاكاف هذه من 57 درنا ويجوا هاد الناس اليوم نشوفوا روحنا سور لاتوش. ايه هو بيان سور ماذا بيه يعاود يرد الكفه من جهته سي تو طافي نورمال مي اسكو يقدر لانه على بالو كان يروح له السوتيان تاع ليجيبت ما راحش تكون سهله ليه. شوف اليوم تلك لا سيتياسيون تاع الكاف راهي تمشي نظن بلي مازال عنده النفوذ تاعو مازال ما يحبسولوش دو سيتو ولكن هذه ما نومبيش با نو دوا با امبيشي الناس مخلصين يعاودوا يحاولوا يسترجعوا الكاف باش يردوها في السكه المليحه. يزيد ربما السؤال اللي يطرح نفسه كذلك فوزي لقجع هذايا اللي الكل يعرف الانفلونس تاعو